بنت عم وكانت جميلة وأراد أن يتزوجها فأبت، عايز أتجوزك ما رضتش تتجوز، فتزوجت من رجل غيره، وبعد سنوات عندها أولاد صغيرين جوزها مات. ليها ابن عم مبسوط رحت له أنا أريد الطعام والشراب لأولادي، قال لها أنت فاكرة أن أنا كنت عايز أتجوزك وأنت رفضتي؟ لو عايز أديكي المال لي شرط واحد، شرطك يا ابن عمي أن أنال منك ما ينال الزوج من زوجه. فأبت هذه المرأة وقالت إني أخاف الله رب العالمين. لقد صدق من قال لو أن الفقر رجلا لقتلته، ولا أتذكر هي مقولة سيدنا أبو بكر أم هي مقولة سيدنا عمر، فإن الفقر يذل صاحبه، والفقر ليس عذرا أن يرتكب الإنسان الحرام. صلوا على رسول الله. الفقر مش عذر أن الإنسان يرتكب الحرام، الفقر مش عذر أن الإنسان يسرق من مال غيره، مش عذر خالص والله. هذه المرأة اشتد عليها الفقر وجاع أطفالها فمالت أن تفعل معه ما يريد من أجل المال. ذهبت إليه وقالت له افعل ما تريد فإن أطفالي في أمس الحاجة إلى الطعام. وإذا بها تجلس في السرير، وحينما أراد أن يقترب منها لسه هيقرب منها ارتجفت. في إيه؟ قالت والله أعلم أن الله يراني وأخاف أن يراني ربي وأنا على هذه المعصية. تعيط وتقول أنا خايف ربي يشوفني وأنا بعصيه. يقول فاستيقظ قلبي صحي، وقلت لها أم خذي اللي أنت عايزاه، فإنك كما تخافين الله فإنني أيضا أخاف الله، قومي وخذي ما تريدين. اللهم إنني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا يا رب ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. السر يا اخوانا ان كل واحد لازم يبقى في حياته عمل صالح، لما يقع البلاء عليه يقرب لربنا بيه. يعني لازم كل واحد فينا يكون بينه وبين ربنا اسرار، لازم يكون ليك اعمال صالحه محدش يعرفها عنك غير انت وربنا. مش الراجل اللي يجي يتصدق للمسجد ولا للفقير ولا لاي حاجه تلاقيه بيظهر الفلوس كده عشان الناس تعرف ان هو بيتصدق، وراجل تاني تلاقيه هيجي في رمضان او في اي وقت يتصدق لازم سيادته. والله شفت مشهد والله ابكى له القلب، سيادته قاعد في بيته ومدي بون للناس الفقراء، وكان في رمضان وهو راجل من الله عليه بالمال وهيطلع زكاة مال، مدي بون والفقراء واقفين في عز الشمس، وهو سيادته قاعد على المكتب جوه في المروحه او في التكييف، وسايب الفقراء بره في الشمس اللي يجوا دول يخش يذل الفقير. وهذا من سوء الادب مع الله، سوء الادب مع الفقراء، سوء ادب مع الله. والدنيا ما بتدومش يا اخواننا لحد. يعني اتذكر ان ست تزوجت من رجل وكان بخيل، كان بخيل جدا، وجاب دجاجه وقال لمراته احضري لنا الطعام، وكان قاعد هو ومراته وحضرت الاكل لجوزها، اذا بالباب يطرق السلام عليكم. راحت الست يعني افتح يا زوجي الباب، فتح الباب عايز ايه؟ قال له انا عايز اكل حاجه لله، جعله وما كلتش. قال له هي ناقصاك يا سيدي، وراح زقه وراح قفل الباب. فمراته سمع الصوت بس ما شافتش الراجل، قالت له ما احنا عندنا اكل كتير، ما تيجي هات واديله اكل لله. قال لها لما نكفي نفسنا نبقى نشوف الفقراء. ودول اصحاب مقوله ايه؟ اللي يصعب عليك يفقرك، يا اخي اللي يصعب عليك يدخلك الجنه. المهم بعد سنوات الست شافت من جوزها اخلاق سيئه فاتطلقت، فاتجوزت من راجل تاني، والراجل اللي هي اتجوزته كان رجل صالح. اذا بالباب يطرق، الباب بيخبط تاني،
فتح الباب، زوجها الجديد مين؟ قال له أنا عايز أكل حاجة لله. راح واخد الأكل اللي في بيته، قال له ما دام لله تفضل هذا الطعام كله، خد الأكل اللي كله ليك. والراجل دخل بيسقف. قالت له في إيه؟ قال لها ده من سنوات كنت فقير ورحت للراجل ده وقلت أنا عايز حاجة لله، فراح زايقني وقال لي امشي بعيد عننا. فأنا من الزقة صعبت علي نفسي، فرفعت إيدي وقلت يا رب زي ما زلني زله بالفقر واشوفه بعين. قلت له انت اللي كنت فقير؟ العجب بقى ان انا كنت مراته هو، وانا قلت له ادي للفقير فابى. الشاهد في الكلام دي يا اخوانا ايه؟ ان نعيم الدنيا لا يدوم لاحد. النعيم مش دايم لحد. لما يبقى عندك فقير اعطي له ما يريد. فلذلك كان راجل عالم من الدعاة قاعد مع والده في السيارة، والفقير جاي بيقول له عايز حاجة لله. راح مشاور له، راح الفقير جاي عليه، فراح الراجل مطلع فلوس من جيبه وراح مديها له. فبيبص لابوه، ابوه راح قايل له سامحك الله يا ولدي. يابا ده الراجل عايز حاجة لله وانا اديته. قال له انت اعطيته بذل، وهذا بسوء أدب مع الله. قال له ازاي يابا؟ ده انا شاورت رجالي، طلعت الفلوس من جيبي واديته. قال له أتعطي هذا المال، بتديله هذا المال أله أم لله؟ قال لله. قال عليك أولا إن أنت تنزله من العربية وما تناديش عليه تروح أنت لحد عنده. تنادي عليه يجيلك ليه؟ ده أنت تروح لحد عنده، ولما تروح لحد عنده تديله الفلوس وانت بتبتسم، لأن هذه الصدقات يجب أن تكون في يد الله أولا. فلذلك تأدب مع الفقير حتى تتأدب مع ربك. صلوا على رسول الله. الأعمال الصالحة بتنجي الإنسان من المهالك. الأعمال الصالحة تقرب الإنسان من ربنا. فلذلك كان في راجل، لما كان راجل صالح، كان لما يجي له فقير كان بيقول له أهلا ومرحبا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة بدون أجر. طب تعالى بقى ندي بقى هدية للناس بقى اللي هم بيتصدقوا. سيدنا موسى عليه السلام في عصره كان في راجل فقير واشتد عليه الفقر. راح لسيدنا موسى يا نبي الله ده راجل فقير وانت عارف الفقر، تجرعت مرارة الفقر أنا وأولادي. ادعي ربنا إنه هو يرزقني بالمال. فسيدنا موسى سأل ربنا قال يا موسى لقد كتبت عليه أنه فقيرا، أنا كاتب إنه هو فقير. عاد الرجل وقال الله كتب عليك أنك رجلا فقير. قالوا طب ادعي ربنا وانت نبي. فسيدنا موسى ادعى له، فربنا قال له خلاص يا موسى أنا هخليه غني لسنة واحدة، وبعد السنة دي يبقى فقير تاني. فسيدنا موسى راح الرجل وقال له ربنا سبحانه وتعالى هيخليك غني سنة واحدة وبعد كده هترجع فقير تاني. سيدنا موسى ساب الراجل وساب البلد ومشي، وهو في السفر الراجل بقى هيبقى غني سنة، ما بدأش يخزن في الفريزر ويقول لك هتاخد بقى الأموال واعمل. لا، ده قال لي أنا في السنة دي أتقرب من ربنا قوي وتصدق بكل ما أوتيت من قوة. بدأ الراجل عمل بيت على الطريق وبدأ يتصدق، وبدأ اللي بقى معروف ان في الراجل دي المكان ده فيه راجل كريم، لما يبقى راجل مسافر وعايز طعام او مال يميل على الراجل اللي ياخد منه. سنة 2 3 7 سنوات سيدنا موسى عدى الراجل، فليه الراجل ما زال غني. يا رب ده انت قلت يا رب ان هو يبقى غني سنة واحدة. قال يا موسى هذا الرجل أكرمته فأكرم الفقير. أنا كرمته هو راح كرم الفقير، هو عبد هيكون أغنى مني. لقد جعلته يا موسى غنيا ما دام حيا. اذكر الله، يعني اللي بيتعامل مع ربنا الكريم، اللي بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى الكريم. ده الست لما جت قالت له يا نبي الله لسيدنا موسى يا نبي الله ده انا ست ما بخلفش وعايز ربنا يرزقني بولد. سيدنا موسى يا رب قال يا موسى لقد كتبت عليها انها عقيم، مش تخلف.
سيدنا موسى راح لهذه الست قال لها ايه؟ قال لها ربنا قال لك ان انت عقيم. قالت له كريم. انت عقيم. قالت له هو كريم. عقيم كريم 3 مرات. سيدنا موسى بعد سنوات المرة جات له شايل الطفل، سأل ربنا قال له يا موسى كانت تسألني بشدة فاستحييت منها أن أرد يدها خالبة، نحن نتعامل مع رب كريم. أقول قولي